اول حاجه غادي نبداو بها هي البسكوي، خاصو يكون مطحون مزيان باش يعطينا قاعده غزاله. نزيدو الزبده دافيه وغادي تلاحظوا كيفاش البسكوي كيتبدل اللون ديالو. نخلطوه مزيان باش ينسجم ليا البسكوي مع الزبده. نضغطو مزيان باش تبقى القاعده مشدوده وما تتحركش. السر هنا هو البنان يكون طري ومعسل شويه. نرتبو البنان بشويه باش نغطي القاعده كامله. نحركو الكريمه حتى كيتضاعف الحجم ديالها. نضيف شويه ديال الحليب المركز باش يعطينا مذاق حلو ورمضاني بامتياز. كنضيفو الكريمه من فوق البنان. دابا غادي ندوزو نحضرو الكراميل حتى يولي شاد لون ذهبي. شوفوا الجمال الكراميل وهو كينزل بهدوء فوق الكريمه. ندخلوهم للثلاجه غير باش دو شويه قبل التقديم. شويه ديال الشوكولات فوق الكراميل. المكسرات غادي تعطي قرمشه خفيفه وتوازن في المذاق. وهنا وصلنا لتحليه رمضانيه بامتياز، بسيطه سهله وغزاله بزاف. جربوها في الفطور وغادي تدعيو ليا بالصحه والراحه.